السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه باذن الله. فيديو جديد قصير ظريف كيف ديما. كيف ما قريتو في العنوان غادي ندير لكم الزيت ديال بذور ديال البصله. كيف ما كتشوفوا انا راه وريتكم يعني دوك البذور ديال البصله كيفاش كيكونوا بحال السانوج، ولكن ماشي السانوج هذاك البذور ديال البصله. مهم حيت تنقيوهم الا فيهم شي حجر ولا هما غالبا ما غتلقاو فيهم حتى شي حاجه، وغادي تطحنوهم مزيان. انا خديت 2 معالق ونص طحنتهم في الطحان ديال العطريه كيف ما كتشوفوا معايا. طحنتهم مزيان غير باش يعني فاش ندير معاها الزيت يعني يطلق دغيا داك الفوائد ديالها وداك الشيء كامل. 2 معالق ونص غادي نحتاج ليها 2 كيسان ديال العنبه كيف ما شفتوا. الطريقه مهمه بزاف. غادي ندير داك البذور ديال البصله، نزيد عليها الزيت في واحد الاناء، وغادي نديرها في بان ماغي اولا حمام مريم لمده من 20 حتى 30 دقيقه. المهم انا خلطها شويه وغادي نديرها في بان ماغي حتى كتسخن ليا ديك الزيت مزيان. ضروري ديروها في بان ماغي، ما ديروهاش على البوطانيشان باش ديك الزيت ما تحرقش وداك البذور حتى هما ما يتحرقوش، يعني ما يمشيش لنا داك المفعول كامل اللي بغيناه. وعلاش بغينا هذا الزيت؟ لتساقط الشعر والتلميع، يعني راه كيعطي واحد اللمعان وكيعالج الشعر، كيداويه من التساقط. بطبيعه الحال الا كان غير مشكل ديال التساقط ماشي مشكل ديال فيتامينات يعني ديال الجسم الداخل، ولا بطبيعه الحال خصنا نكونوا دايرين جميع التحاليل وعندنا كلشي مزيان باش عاد نديروا هذه الوصفه وتعطينا النتيجه. ونداوموا عليها 2 مرات في الاسبوع لمده شهر ونص كتبدا تبان النتيجه، ونداوموا عليها بطبيعه الحال. المهم هنا حيدتها من فوق من بان ماغي وغنديرها في قريعات. نديرها في قريعات اللي يكونوا معقمين. انا كنوريكم هنا قريعات، من الاحسن الا كانت قرعه بحال هكا يعني مغلوقه، اللون ديالها مغلوق باش تبقى بعيده على الشمس. هي خصها تبقى في شي بلاصه مظلامه. ما كانش غديروها في قرعه عاديه وتلويو عليها السكوتش ديك المغلوقه وديروها ليا لاله تحت لافابو ولا في شي بلاصه المهم مظلمه مده 3 ايام، يعني حتى كتصفى ديك الزيت ونبداو نستعملوها. بغيتو تصفيوها صفيوها، بغيتو تخليوها هكا ترقد بوحدها خليوها. انا خليت فيها كلشي باش هكا كتبقى يعني داك المفعول ديالها وهذا كيبقى يطلق. كل ما بقات فيه كيطلق مزيان. صافي غادي نستعملوها ونداوموا عليها وغادي تشوفوا النتيجه راه زوينه بزاف. انا عطاتني ديك القرعه وتقريبا الربع في ديك القرعه الاخرى. هذيك القرعه عمرتها حيت هذيك كما قلت لكم مغلوقه، يعني غادي تحافظ عليها اكثر. والاخرى مهم غير ما تبانش في الضوء ديال الشمس. كنوريها لكم هنايا هادشي اللي خرجت ليا. صافي غادي نخليها كما قلت لكم 3 ايام حتى كترقد مزيان، ونبقى نستعملها على الشعر، على الجذور ديال الشعر ديالي والاطراف كذلك. ساعه حتى ساعه ونص قبل ما ندوش وصافي نغسل شعري عادي 2 المرات في الاسبوع. جربوها وداوموا عليها وغادي تعطيكم نتيجه زوينه بزاف. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. واللي وصل معايا لهنا ما ينساش يدير جيم، ما ينساش يبارطاجي الفيديو باش يطلع. ديروا جيم باش يطلع. هنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو اكثر ما قلت لكم. نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.